النهارده يا جماعه في ماتش مهم جدا بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. طبعا اول ماتش للنادي الاهلي في المطوشه المتاجله من الدور الاولاني. طبعا احنا عارفين الاتحاد الافريقي بعت الاتحاد المصري طبعا عشان الانديه اللي هتشارك البطولات الجايه في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. فطبعا الدوري طبعا متاخر طبعا زي ما كل سنه. فهناخد طبعا ترتيب الأندية حسب الدور الأولاني. فطبعا الأهلي متأجل له 6 ماتشات. النهارده أول ماتش النادي الأهلي مع الاتحاد، وفي ماتش هيلعبها بس في شهر 7. فالأهلي محتاج كل نقطة من ال6 ماتشات المتأجلة للنادي الأهلي. ليه بقى؟ عشان يلعب دوري أبطال أفريقيا السنة الجاية. الأهلي يا جماعة لعب 21 مباراة، كسب 6 وتعادل 3 وخسر في 2. الأهلي عنده 21 نقطة، والأهلي متأجل له 6 ماتشات. تأجله مع مين بقى؟ الأندية اللي هتلعب الأهلي مع مين؟ عندك البيراميدز، وعندك الاتحاد، وعندك طلائع الجيش وفيوتشر وفاركو والداخلية. ماتشة هتبقى تقيلة جدا على النادي الأهلي. فإن شاء الله الأهلي لو كسب ال6 ماتشات دول هيبقى عنده 39 نقطة. عايز أقول لك بيراميدز، أقول لك دلوقتي بيراميدز كمان. بيراميدز لعب 15 مباراة في الدور الأولاني، نقص ماتشين. بيراميدز يا جماعة كسب 9 مباريات وتعادل 5 وخسر مباراة واحدة. طبعا بيراميدز عنده 32 نقطة وعنده ماتشين متأجلين مع الأهلي ومع سموحة. فبيراميدز لو كسب الماتشين دول هيبقى 38 نقطة. طبعا في ماتش بين الأهلي وبيراميدز، طبعا بيراميدز لو كسب هيبقى الأهلي طبعا هيخسر. طبعا الماتش بتاع بيراميدز ده طبعا 3 نقاط، هيبقى الأهلي بدل ما يبقى 39 هيبقى 36. فالاهلي محتاج كل نقطة طبعا في الماتشات المتأجلة دي عشان يلعب دوري ابطال افريقيا السنة الجاية. برضو في الزمالك برضو بينافس الاهلي وبيراميدز. طبعا انت ما تعرفش، اللي هي طبعا ماشي على سطر وبيسيب سطر. طبعا مستواه مش قوي في الدوري. فمهم جدا ان النادي الاهلي طبعا ياخد النقط طبعا بتاعت المتأجلة كلها، 6 ماتشات متأجلين عشان يقدر يلعب دوري ابطال افريقيا السنة الجاية. عندك نادي الزمالك برضو. الزمالك يا جماعة برضو لعب 13 ماتش طبعا، وفاز في 6 وتعادل في 3 وخسر في 4. الزمالك عنده 21 نقطة ومتأجل له 4 ماتشات. ال14 مين؟ عنده سيراميكا وطلائع الجيش وعنده البلدية وعنده فاركو، برضو ماتشات تقيلة. الزمالك برضو محتاج برضو يكسب في ال4 ماتشات عشان يلعب دوري ابطال افريقيا. طبعا هو مستني الاهلي يقع كام ماتش عشان يخش دوري ابطال افريقيا، او على الاقل يلعب في الكونفدراليه. طبعا الزمالك فيه منافسه قويه جدا مع 3 انديه مع الزمالك على برضه في المقاعدين التانيين، اللي هو اول 4 مقاعد. طبعا اهلي وبيراميدز طبعا في الاول، وعندك في مقاعدين تانيين هيروح الكونفدراليه. طبعا في منافسه قويه جدا بين الزمالك والمصري وانبي والاتحاد. واقول لك ليه دلوقتي. عندك الاتحاد عنده 27 نقطة ومعاه ماتش النهارده متأجل مع النادي الأهلي، فلو كسب يبقى عنده 30 نقطة. عندك المصري وعندك انبي عندهم 28 نقطة، ودول خلصوا الدور الأولاني كله. فالزمالك عنده 21 نقطة. فالزمالك على الأقل لازم يكسب ماتشين، يبقى طبعا الماتشين اللي يكسبهم يبقى 6 21 27 نقطة، أو يكسب 3 ماتشات عشان يقدر يلعب كونفدرالية، مش دوري أبطال أفريقيا، كمان كونفدرالية. فطبعا هتبقى في تنافس قوي جدا طبعا في الماتشات المتأجلة بين الزمالك وطبعا وسيراميكا وطلائع وبلدية وفاركو والاهلي. برضو ماتشات برضو متأجلة ماتشات قوية. ف يعني هتبقى صعبة جدا على النادي الاهلي ونادي الزمالك الفترة الجاية. لازم يركزوا في الماتشات المتأجلة عشان يقدروا يلعبوا. لو الاهلي يلعب دوري ابطال افريقيا او الزمالك يلعب كونفدرالية، فماتشات تقيلة جدا للنادي الاهلي ونادي الزمالك. فتخيل كده ممكن الاهلي والزمالك ما يلعبوش دوري ابطال افريقيا وكونفدراليه السنه الجايه. فصعبه جدا على النادي الاهلي. طبعا الاهلي طبعا مضغوط، مباريات كتيره عليه. والزمالك برضو مضغوط برضو. فمطوش هتبقى تقيله جدا على النادي الاهلي طبعا، وهتلاقي يعني في تنافس قوي الفتره الجايه واحنا كده عايزين الدوري يسخن كده، وعشان نتفرج طبعا على مطوشه تبقى تقيله، يعني ما تبقاش يعني ايه الدوري خلصان من بدري. لا، احنا عايزين تبقى يعني الدوري يبقى سخن كده. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله يلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه طبعا وياخد الدوري السنه دي. طبعا في منافسه قويه جدا مع بيراميدز طبعا.
بيراميدز طبعا ماشي على خطة ثابتة. الاهلي لو كسب الماتشات المتأجلة كلها يبقى الفرق بينه وبين بيراميدز نقطة واحدة، فالاهلي يعني صعب جدا يفقد اي نقطة الفترة الجاية. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي، ومتنسوش يا جماعة الاشتراك في قناة الكورة مع الزنفولي على اليوتيوب، وقناة محمود الزنفولي على الفيسبوك، وطبعا اللايك الجميل بتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.